بعد الفيديو ده اوعدك هتعملي في البيت تشيكن ستريبس بتاع كنتاكي احلى من كنتاكي نفسه، من غير بيض ومن غير لبن رايب ولا زبادي ولا لبن خالص، بكفر هش ومقرمش، والسر في معلقه واحده بس عندك في المطبخ. هقولك كل التكات اللي تطلعوا معاكي كريسبي ومقرمش كده حتى لو قعد معاكي لتاني يوم. نسمي بقى الله ولايك حلو كده منكم، ويلا بينا عشان نبدا على طول. جبت صدر فرخه كده كامل على بعضه مش متقطع، وانا قطعته في البيت، سامحوني بقى انا ما صورتش خالص الجزء ده. هنقطعه صوابع زي ما انتوا شايفين كده بالطول، ما تكونش تخينه قوي وما تكونش رفيعه قوي علشان تكون فيها لحم، وما تكونش زي ما قلنا مليانه قوي علشان تستوي معاكي بسرعه وما تكونش نيه من جوه. تقطيعتها سهله جدا ومش هتاخد معاكي وقت خالص ولا مجهود. غسلتها كويس جدا بميه وملح وليمون ومعلقه من الجنزبيل، وكمان معلقه بسيطه كده من الطحينه بتشيل اي زفاره موجوده في الفراخ، وصفيتها كويس جدا جدا. نحضر بقى دلوقتي مع بعض التتبيله. هنجيب بوله وتكون كبيره شويه، وهحط فيها كوبايتين كبار من الميه، ميه عادي خالص من الحنفيه، وهنضيف بقى البهارات بتاعتنا اللي هتدي لها الطعم اللي من الاخر. عندي بقى معلقه كبيره من البصل البودر، والباقي هنحط منه معلقه صغيره. زي ايه؟ زي الثوم البودر، بابريكا، جنزبيل، فلفل اسود، زعتر، معلقه صغيره من الشطه. ومتقلقيش مش هتخليها سبايسي ولا حاجه، لكن هتديلها تيست حلو قوي. انما لو انت حباها بقى سبايسي حطي 3 معالق من الشطه. وكمان عندي بهارات فراخ او 7 بهارات، وكمان رشه كده بسيطه من الزعفران او الكركم، بيديلها لون حلو جدا جدا زي ما انتوا شفتوها كده. وطبعا معلقه كبيره من الملح. بقلبها كلها كويس جدا مع بعضها بالشكل ده لغايه ما ندوب الملح وكل البهارات اللي احنا حطيناها، وبندوقها بنشوف بقى محتاجه ملح تاني، بهارات تاني، اي حاجه محتاجاها بنضيفها لها قبل ما نضيف صوابع الفراخ، لان ما ينفعش ندوق التتبيله بتاعتنا بعد ما نضيف لها الفراخ، عشان طبعا ده صحيا غلط جدا جدا. بعد ما صفيت الفراخ بتاعتي كويس جدا من الميه اللي انا غسلتها فيها، بصفيها كده وبحطها في التتبيله بتاعتي بالشكل ده، اقل حاجه 5 ساعات. لو عايزه بقى تاخدي طعم حلو قوي قوي يبقى ليله كامله. بغطسها كويس جدا كده في التتبيله كده وبقلبها علشان اتاكد ان كل قطعه من الفراخ وصل لها التتبيله وبقت طعمها حلو. لو عايزه بقى تعملي كيلو من الصدور هتضاعفي كل البهارات اللي احنا حطيناها دي، بس عايزه اقولك النص كيلو بيعمل كميه حلوه جدا جدا. بعد كده بقى هغطيها بالاسترتش زي ما انتوا شايفين كده، وهدخلها التلاجة على الرف من تحت، مش هدخلها الفريزر، لمدة ليلة كاملة زي ما قلت لكم، او اقل حاجة 5 ساعات. انا عن نفسي سبتها ليلة كاملة، فلازم تغطيها بالشكل ده علشان ما تديش ريحة للتلاجة وما تاخدش اي ريحة من التلاجة. انا هنا معاكم تاني يوم بعد ما عدت ليله كامله في التلاجة، وانا بجد نفسي اعرف ايه مشكلتي مع المونتاج. لازم كل مره احذف كده مقطع من الفيديو، طبعا بيكون بدون قصد. المقطع اللي انا حذفته المره دي البوله البلاستيك دي، انا حطيت فيها كوبايتين من الدقيق ومعلقه واحده بس صغيره من البيكنج. وطبعا البيكنج باودر هو ده السر اللي بيخليها هشه ومقرمشه، والقشره كده ما تضايقش في الاكل وتكون مقرمشه مش ناشفه. طبعا في فرق جامد جدا ما بين المقرمشه والناشفه. فانا حطيت كوبايتين دقيق عليهم معلقه صغيره من بيكنج باودر، مش بضيف اي بهارات تاني خالص ولا حتى الملح. بجيب بقى صوابع الفراخ بطلعها من التتبيله زي ما انتوا شايفين كده، بصفيها كويس جدا وبعفرها كويس قوي قوي في الدقيق من غير ما نضغط عليها. بصوا بننطقها كده او بننططها كده في الدقيق، ما تضغطيش عليها خالص عشان تاخد الشكل المقرمش ده زي ما انتوا شايفين كده. بقلبها كده في الدقيق لمدة دقيقة، وبعد كده بنفضها من الدقيق وبنزلها في المية بتاعت التتبيلة، وبعد كده برجعها تاني في الدقيق علشان اديها الشكل بتاعها الاخير. انا بحب جدا استخدم المية بتاعت التتبيلة، بتكون طعمها حلو جدا وكمان بتكون ساقعة. لو انت مش حابة تستخدميها يبقى انت هتجيبي بولة تحطي فيها مية ساقعة جدا جدا وفيها قطع من التلج. بعد ما تطلعيها من الدقيق اول مره هتحطيها كده في الميه الساقعه، وترجعيها تاني الدقيق كده لمده دقيقه، بتنطقيها كده بالشكل ده من غير ما تضغطي عليها خالص عشان تاخد الشكل كده المقرمش او قشره السمك. يبقى احنا بنحطها في الدقيق مرتين، وبنحطها في الميه سواء ميه التتبيله او ميه الساقعه المتلجه مره واحده. بصي مش عايزاكي تملي خالص خالص في الخطوه دي، اتعبي فيها شويه علشان تاخدي الشكل التحفه ده. عايزه اقول لكم شكلها خطير جدا وهتبان اكتر اول ما تنزل في الزيت. يبقى دي اهم خطوه في الموضوع كله، مش عايزاكي تملي خالص. شايفين بقى؟ بصوا شكلها عملت ازاي دلوقتي. شايفين؟ تنفضيها كده كويس قوي علشان شكلها يبان اهو. طبعا انا بعمل كميه على قد التحمير بس، يعني مش بغلف الكميه بتاعتي كلها الموجوده معايا، ده غلط جدا. علشان لو عملتها كلها بالدقيق هتشرب الدقيق بتاعي وهتعجن ومش هتاخد الشكل الكريسبي المقرمش ده خالص. يبقى انا بعمل على قد الطاسه بتاعتي ما تاخد. لازم تنفضيها كويس قوي كده علشان تاخدي الشكل التحفه ده. شايفين بقى شكلها تحفه قد ايه اهو. انفضيها كويس جدا جدا من الدقيق عشان تديكي الشكل المنعكش ده.
وفي الوقت ده هكون مجهزه زيت سخن غزير زي ما انتم شايفين كده، والنار عندي عاليه في الاول لمده دقيقه بس. هنزل بقى كده صوابع الفراخ بتاعتي بالشكل ده، النار عندي عاليه والزيت سخن وغزير. بعد ما انزلها هدي النار بتاعتي تبقى متوسطه، ما تبقاش هاديه قوي علشان ما يشربش معايا زيت والكفر بتاعها يفك، وبرده ما تبقاش عاليه قوي علشان تستوي معايا من جوه وما تاخدش معايا لون بسرعه من بره. ما تقلبيش فيها كتير، بمجرد كده ما تاخد معانا اللون الحلو كده من ناحيه واحده هنقلبها على الناحيه التانية عشان تتحمر معايا من ناحيتين زي ما انتم شايفين كده. اخدتوا بالكم بقى الدقيق اللي احنا غلفنا فيه ما حطيناش فيه نشا خالص، حطينا فيه بس معلقه البيكنج باودر الصغيره، ومع ذلك هيطلع لونها برونزي كده فاتح جميله جدا ومقرمشه مش ناشفه ولا اي حاجه. اهو شايفين النشا احيانا بتنشف الحاجه كده بزياده وبتخليها ناشفه مش مقرمشه. بصوا بعد ما اخدت معايا اللون الحلو ده من ناحيتين بصفيها كويس جدا وبخرجها على مصفى، ما تطلعهاش خالص على مناديل علشان ما تطراش منك والكفر يفك. وكمان يفضل تحطيها كده جنب بعضها في المصفى، ما تحطهاش فوق بعضها وهي سخنه. تمام كده. قبل بقى ما احط الدور التاني في الزيت بنضف الزيت بتاعي كويس جدا زي ما انتم شايفين من اي كفر كده وقع فيه علشان ما يحرقليش الستريبس. هحط بقى الكميه اللي انا كنت مغلفاها معاكم في الاول، وما تحطيش كتير في الطاسه علشان برده ما تفكش منك وانت بتقلبيها. يبقى زي ما اتفقنا اللي بنغلفه بالدقيق بنحمره على طول في وقته، يعني في الوقت اللي هيستوي فيه الستريبس هكون بجهز الطاسه التانية هسيب فيه الفراخ على النار واروح اطلع الفراخ من التتبيله واغلفها بالدقيق عشان تكون جاهزه معايا على التحمير على طول. شايفين بقى عايزه اقول لكم الريحه خطيره جدا جدا، ما بياخدش وقت على النار كمان، يعني حوالي 4 دقايق بالكتير على الوشين. خطوه مهمه قبل ما استخدم الدقيق تاني اللي كنت بغلف بيه لازم انخله كويس جدا بالشكل ده. هتلاقوا كده في قطع معجنه لازم اتخلص منها خالص علشان اخد كده قطع حلوه ما تكونش محروقه معايا وهي بتحمر في الزيت. يبقى انخله كويس جدا بمصفى وبتخلص من قطع العجين اللي هتظهر معايا كلها. وكل ما يقل معايا الدقيق بالشكل ده بضيف دقيق وكمان بيكنج باودر. ما تكتريش بقى البيكنج باودر معاكي قوي، احنا مش بنعمل كيكه، احنا عايزين بس كده يكون حاجه بسيطه، يعني معلقه صغيره كده ممسوحه من البيكنج باودر على كوبايتين الدقيق. ومش بنضيف بقى ملح ولا اي بهارات تاني خالص، عشان واحنا بنغلف كنت بغلف بالميه بتاعت التتبيله اللي فيها كل حاجه. سيبكم بقى من الحاجات الحلوه اللي احنا قلناها دي وتعالوا بقى للاحلى. شايفين بقى التشيكن ستريبس اللي احنا عملناه مع بعض؟ عايزه اقول لكم والله يا جماعه طعمه في منتهى الجمال، تحفه جدا جدا، من غير بيض من غير لبن من غير رايب من غير اي حاجه مكلفه خالص. طب بذمتكم يا جماعه انا هحلفكم بقى، الناس اللي بتاكل بره من حيث الشكل ده احلى ولا كنتاكي؟ يعني بجد عملناه في البيت مع بعض وحاجه نظيفه وحاجه كده متبله على حق. شايفين بقى الفراخ بتاعتنا من جوه مستويه ولونها فاتح ازاي، تحفه جدا. قدمي بقى جنبها رز الريزو بتاع كنتاكي او احشيها سندوتشات. انا عن نفسي عملتها كده حشوه للكريب بتاعنا الحادق اللي عملناه من كام فيديو، ووعدتكم ان انا هنزل لكم الوصفه بتاعه الستريبس. معلومه كده كمان، لو انت حابه الستريبس بتاعك يكون حامي اكتر وسبايسي اكتر بتحطي معلقه واحده كده صغيره من الشطه في الدقيق وانت بتغلفيه، و3 معالق من الشطه صغيرين في التتبيله. انما اللي احنا عملناه النهارده ده مش حراق خالص، لكن معلقه الشطه اللي احنا حطيناها الصغيره دي في التتبيله بتظبط لك الطعم بس مش اكتر. كمان لو انت عندك كميه كبيره وعايزه تشيليها في الفريزر بتشيليها وهي متبله بس، لكن مش متغلفه بالدقيق. اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، اشوفكم على خير، باي.